قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يقولها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، وفي لفظ: إلا وجبت له الجنة. وما هذا الفضل العظيم المترتب على هذه الكلمات اليسيرة إلا لاشتمالها على التوحيد الخالص المنابذ للشرك. ومعلوم أن من مات على التوحيد دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.